كتير مننا يعرف إن اليهود عاشوا في مصر سنين طويلة، لكن قليل اللي عارف تفاصيل وجودهم. ازاي بدأوا، ازاي عاشوا، ايه كان دورهم في السياسة والاقتصاد والثقافة، وليه اختفوا فجأة من المجتمع المصري. النهاردة هنتكلم عن قصة اليهود في مصر، قصة مليانة نفوذ وأسرار وذكريات محدش بينساها. وجود اليهود في مصر بيرجع لعصور قديمة جدا، من أيام النبي موسى وخروج بني إسرائيل. وفي العصور اللاحقة خاصة مع الفتح العربي الإسلامي بدأوا اليهود يعيشوا كأقلية معترف بيها ضمن أهل الذمة. كان ليهم إحياء خاص زي حارة اليهود في القاهرة، لكنهم عاشوا جنب باقي المصريين بسلام. في عصر محمد علي وأسرته حصل اليهود على فرصة كبيرة جدا، وبدأوا يسيطروا على التجارة والبنوك. ظهرت عائلة يهودية ثرية زي عائلة قطاوي وسوارس وموسيري، وكان ليهم نفوذ اقتصادي ضخم في البلد. وصل النفوذ ده لدرجة ان بعضهم شارك في الحياة السياسية وكانوا قريبين من السلطة. يهود مصر كانوا من جزء من النسيج الثقافي والفني، في الغناء والمسرح والسينما. أسماء زي ليلى مراد المطربة الشهيرة اللي أسلمت بعد كده، نجوى سالم، كاميليا وغيرهم ساهموا كمان في الصحافة والنشر والتعليم. وطبعا تغير الحال بعد 1948 بعد إنشاء دولة إسرائيل سنة 1948. بدأت الأوضاع تتغير تماما، بقى في ضغط اجتماعي وسياسي على اليهود في مصر، واتربطت هويتهم بالدولة الجديدة. حصلت أحداث طرد، مصادرة أموال، وحملات اعتقالات. كتير منهم هاجروا لإسرائيل وفرنسا وإيطاليا وأمريكا. حرب 1956 اللي هو حرب العدوان الثلاثي زاد نزوح اليهود بشكل كبير، وبحلول السبعينات تقريبا ما كانش فيه وجود لليهود بشكل ظاهر في المجتمع المصري. النهاية ما بقاش موجود غير عدد قليل جدا، والنهاردة برضو ما بقاش موجود عدد غير قليل جدا. بعد التقديرات بتقول أقل من 20 شخص فقط، وأغلبهم سيدات كبار في السن. لسه موجودة معابد يهودية قديمة زي معبد عدلي في وسط القاهرة، ومعبد ابن عزرا في الفسطاط، ودي بقت جزء من التراث المصري. ذكرياتهم باقية في حكايات السينما والآداب وبعض أسماء الشوارع والعائلات. قصة يهود مصر مش بس قصة أقلية دينية، لكنها كمان جزء من تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي والثقافي، من النفوذ والتراث لحد الرحيل والنسيان. ورغم ان وجودهم النهاردة بقى شبه معدوم، لكن أثرهم لسه شاهدة ان مصر طول عمرها بلد بتجمع حضارات وأديان مختلفة.